مساء الفل عليك. الاهلي وسان داونز. سان داونز كسب 1-0 باداء في كلام كتير هنقول انا وانت مع بعض، خليك معايا للاخر. مبدئيا تشكيل النادي الاهلي النهارده كان في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول ورامي ربيعه وكمان عبد المنعم، مروان عطيه وديانج، وكان قدام قفشه كصانع لعب بس هو ما لعبش وما صنعش وما عملش اي حاجه، حتى الضغط ما كانش موجود. على اليمين تاو وعلى الشمال رضا، قدام صلاح محسن. يعني مش كهربا، مش موديست، طب مش زعلوك، لا، صلاح محسن. فكر كولر ان هو يلعب بقفشه لان امام مصاب، اوكي تمام، هيلعب بقفشه وصانع لعب وياخد الكوره يعمل استحواذ، يلعب على سرعات تاو وسرعات خاصه رضا سليم وصلاح محسن. بس الكلام ده ما كانش موجود على الارض. هتقولي ما كانش موجود على الارض ليه؟ هقول لك لان سان داونز كان كابس على مراوحه كده، دوبك انت دخلت في 5 دقائق ماسك كوره، لعبت رضا لبس اللاعب انذار كالعاده، ماشي اوكي، بعد كده اللاعب فهم اللعبه، ماشي هتلبسني انذار، تمام كفايه عليك كده. بعد اول 5 دقايق قلنا الاهلي بقى هيفوق ويلعب كوره حلوه ويدي بقى على سرعات صلاح وسرعات رضا، لا، مسكوا الملعب وخانوا الملعب. كولر عجبني، ابتدى يدافع كويس، ابتدى يلعب، ابتدى يروح واحده واحده كدفاع او كهجوم. تلاقي ال3 خطوط ال10 لعيبه بيهاجموا بيدافعوا، مفيش خطوط تقدر تعدي منها الكوره. سان داونز معايا كده برضه، سان داونز ابتدى يهاجم من ناحيه تاني، اللي ما كانش فايق او ما كانش رايق او ما كانش عنده القوه في الالتحامات، مش نام كويس. ديانج برضه كان تايه في الشوط الاول، ما تفهمش ليه، مع نزول اكرم الجو اتحدث كتير، بس كان في ضغط قوي جدا من ناحيه تاني. بخلاف كده كان في دايما العيب اللي كلمتك عليه الحلقه اللي فاتت، اللي هو الكور العاليه او الكور الطوليه المتسقطه ورا المدافعين. طبعا عندنا مشاكل دفاعيه زي ما انت فاهم، زي ما قلت لك عندنا مشاكل دفاعيه. المشاكل الدفاعيه دي ما اتحلتش، اكتر من كوره الشناوي يشيلها. عندك الدقيقه 21 كوره طوليه تعدي من رامي ربيعه، يلاقيها اللاعب قدامه تطول تتكعبل، يخش يلمها الشناوي. الدقيقه 30 نفس الكوره بس مش من نص ملعب، متطرفه شويه ناحيه الشمال، ناحيه علي معلول، ناحيه اليمين بتاعته، تترفع تعدي برده من الاثنين مدافعين بتوعك، وهوب صاحبنا يحطها بدماغه. لولا تالق الشناوي ولولا ان هو فايق كانت بقت 1-0 من بدري. الشوط الاول خلاص انتهى 0-0 حبايب، تمام، هم ضاغطين ماسكين كوره، ما جابوش فينا جول، احنا مبسوطين وكولر مبسوط، ولكن ما كانش فيه، عارف انت اللي هو القوه في الهجوم او القوه حتى في الدفاع شويه، وضغط على نص الملعب. يعني عجبني اول ضغط بتاع اول 10 دقايق ده كان جميل جدا، ولكن بعد كده لما هم مسكوا الكوره ما بقاش فيه ضغط. مروان عطيه بيحاول، ماشي، ديانج نايم 31 مش فايق ناحيه اليمين هاني، قفشه برده ما كانش عنده قوه الضغط، راح بيجري كده بالراحه كانه بيلعب كوره طايره مثلا. طب ما اضغط جامد يا حبيبي، خليك قوي، اضغط ضغط رجولي، خليك راجل في الضغط، خليك دينجرس، خليك قوي، لا مفيش. بالاضافه الى ان راي كولر ان هو يلعب على السرعات ويبدا واحده واحده يشغل معاه الاجنحه، ويبدا بقى قفشه يمسك الكوره ويلعب زمايله. الكلام ده ما حصلش، ان هم خنقوا نص الملعب خنق. مع بدايه الشوط الثاني المساله اختلفت شويه، الاهلي فرط نص الملعب من الهجوم من الدفاع، ابتدت تبقى فيه مساحات اكتر. كوره برده كانت في الدقيقه 46 لسه بنقول يا هادي، حطوا كوره تسديده جت على شمال الشناوي، وكان بمثابه الانذار الاول ان هم مش هيسكتوا، وبمثابه انذار اول للتسديد، السلاح اللي انا كلمتك عليه برده وقلت لك سلاح التسديد عندهم ما بيهزروش، وعشان كده الهدف جه برده من تسديده، ما هو يا تسديده يا الكوره بتسقطها، هم دول لعبهم كتير. امتلاك نص الملعب عندنا مشكله كبيره جدا، البيلد اب، البناء من تحت. يعني تلاقي دايما الكره ما بتوصلش، تحس ان انت ما فيش رمانه ميزان، ما فيش السوليه موجود في ارض الملعب ياخد ويدي، ما فيش حمدي فتحي اللي ياخد ويدي، وديانج ناني وقفشه مضغوط او مش فايق. مروان عطيه ما اقدرش الوم عليه لان هو اصلا مركز 6 بس المفروض يطلع الكره صح. مروان عطيه غلط، ما بناش الكره من تحت عادل، طلع الكره اتقطعت اتسلمت، اللاعب حطها بشماله عكس اتجاه الشناوي. يعني الشناوي كان واخد زاويه اليمين ناحيه ايده اليمين، الثاني حطها عكسه، ما هو واقف كرباج ولا ميت شناوي يقدر يجيبها. ما تقولش غلطه الشناوي، انا اقول غلطه البيلد اب، غلطه الحته اللي قلت لك عليها الحلقه اللي فاتت، ان هم بيضغطوا علينا من قبل ما نبدا. الحته اللي عملها كوره في اول 10 دقائق اتقلبت عليك، بقت هم طول الماتش بيضغطوا عليك من قبل ما تبدا عشان يغلطوك، وقد كان. الدقيقة 55 ركنية، واحد يلمسها من ناحية الشمال تعدي، لو حد بس فايق أو حد قاريها كان بقى الجون التاني. برضه عندك مشاكل دفاعية، مرور الدقيقة 60 عايز أقول لك إن إحنا ما عملناش ولا هجمة، مفيش هجمة منظمة، مفيش تسديدة، مفيش هجمة تقول إيه ده إحنا عملنا هجمة يا جدع، لا مفيش الكلام ده. يا دوبك بس ركنيات كده، تحليق من بعيد، طاهر يروح شوية قبل ما ينزل، تمام، رضا شويه، تاو شويتين، لكن مفيش هجمه تقدر تقول ان هي هجمه. كره ركنيه كالعاده
يا دوبك يرفعها علي معلول، تتصد ترجع له، تنزل ديانج قال لها بدماغه، ودي كانت اخطر فرصه لمنعم. بس هو لعبها بيمينه فوق في السماء، لو على شماله تحت في الارض كانت بقت هدف، لان كان منه للجول، بس هو ما احسنش تأديها. انا ما اقدرش الومه، وهو مدافع مش مهاجم. مهاجمينك انت عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. كده مارسيل كولر طلع صلاح محسن، طلع محمد هاني، ونزل اكرم توفيق، وخد بالك من حته اكرم توفيق كويس، ونزل انتوني موديست. طب يعني عندك مشاكل، كهربا مصاب، موديست انا لسه بقول لك لغايه دلوقتي هو بيتمشى في الملعب، هو مش عامل حاجه، ما عملش اي حاجه خالص، ولا حاجه ولا يعني عشان تبقى فاهم. بس الدقيقه 74 الوحيد اللي كان ممكن يبقى فيه فايق شويه تاو رغم قصر حجمه، لكن هو كان بيضغط ضغط قوي جدا على الحارس، وضغط عليه وغلطه، ولو كان لحق نفسه شويه كان ممكن يديها لموديست اللي واقف قدام الجول، وكان يقدر يحطها بسهوله. ولكن ويليامز حارس فايق، غلط، ولكن تدارك خطأه وصلحها. في الدقيقة 90 الكرة تيجي من ناحية أكرم توفيق اللي عمل نشاط هجومي أنا ما شفتوش في الدور الأول، في الشوط الأول مع محمد هاني، وعمل كمان صلابة دفاعية شوية، تاكلينج، رجولة، أداء قوي يخوف المهاجم، لا أنا مش هسيبك، فاهم؟ هو ده أكرم، هو ده أكرم. أكرم يلعب الكرة لقفشة، وقفشة يديها هوب بيسقطها لتاو، اللي هي كرة بينالتي 100%، مليار في المية. الفار نايم. فاكر انت ماريا اللي قلت لك عليها بتاعت لقاء اتحاد العاصمه؟ برضه مفيش فار طبعا، غير الحكم بقى اللي هو كل كوره فاول، كل كوره صفاره، كل كوره انا واقف، كل كوره مش موجود، كوره ليهم صفاره، كوره عليك لا مفيش. فحكم سيء جدا 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 جدا. من الحكم اول مباراه مفيش يعني. طب نعمل ايه؟ ما نلعبش كوره؟ طيب نجيب مين يحكم؟ طيب التحكيم الافريقي بعافيه، التحكيم الافريقي زفت، اذا كان الحكم نفسه حكم الساحه ولا الفار، يعني ده لا شافها ولا ده شافها، وهي اصلا 100% بينالتي، لان هو خبط تاو بكتفه، وهو اصلا اطول من تاو، خبطه بكتفه وموقعه في الارض، بينالتي 100%. تنتهي المباراه 1-0 لفريق سان داونز. كلمتين بسرعه. كولر حب انه يلعب على المرتدات والسرعات وصلاح ورضا ويلا وقفشه، والموضوع ما نفعش. انا شايف ان هو قسمها شوطين، شوط في جنوب افريقيا وشوط في القاهره. هتلاقي مثلا ننزل ياسر ابراهيم مكان ربيعه، هتلاقي امام جاهز يلعب مكان قفشه، هتلاقي كوكا موجود ممكن مكان مروان، هتلاقي الشحات موجود، هتلاقي كهربا موجود. كل دي تغييرات، بس الفكره مش هنا، الفكره ان انت اصلا ما رحتش، يعني ما فيش ولا حاجه، ولا انفراد ضايع، ولا كره في العارضه، ولا تسديد من 4 خشبات 3 خشبات، لا مفيش. انت ما جيتش. كولر كان عايز يطلع 0-0 عشان حتى يمسك الدنيا شويه، ولكن ما قدرش. جا في الجول مش كتيره ومش كبيره، بس الفكره انك لازم تحافظ على ادائك وتعلى بالريتم بتاعك وتقفل دفاعك، لان هم لو جابوا في الجول باتنين يبقى هم انت محتاج 3 تجوان عشان تتعادل. لازم كولر والاهلي ياخد بالهم كويس جدا من الحته دي. ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه بعد الفوز بيوم الاربعاء. شكرا.